بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو اللقاء الثاني في مراجعات الفكر الوهابي، والذي سيكون هذه المرة عن مراجعة فكر ومنهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تاريخه ومن كتبه، ودراسة ذلك نقدا وتحليلا. طبعا قد يسأل بعضكم لماذا ما هو وجه الاعتراض على دعوة الشيخ محمد بن الوهاب؟ لماذا نعمل مثل هذه الحلقات وهذه المراجعات؟ الحقيقة أقولها بكل أمانة وصدق، أن ظاهر دعوة الشيخ محمد بن الوهاب التي وصلت إلينا تخالف باطنها. يعني هناك للدعوة ظاهر وباطن، فالصورة التي نقل لنا بها دعوة الشيخ محمد بن الوهاب كل يقبلها وليس علينا معها أي إشكال. بماذا صورت لنا هذه الدعوة؟ صورت أن الشيخ رحمه الله جاء في بلاد كان ينتشر فيها البدع والخرافات والتوسل بالصالحين، ثم جاء الشيخ ودعاهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وانتهى الأمر على ذلك. طبعا لو الصورة بهذا الشكل ما عندنا فيها إشكال، لأننا جميعا نقول أن ما يعمل عند القبور وعند الأضرحة هو مخالف للسنة ولا شك، وهو من البدع ولا شك، وهو حتى مما يناقض يعني التوحيد أو يخدش التوحيد، لكنه ليس هو الكفر الأكبر وليس هو الشرك الأكبر. هؤلاء ما عبدوا تلك القبور ولا عبدوا تلك الأحجار والأوثان، إنما هي كانت كذلك. الحقيقة أن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب جاءت بهذا، أن هؤلاء كفروا وأشركوا وأصبحوا مرتدين وأصبح دمهم حلال ومالهم حلال إلى غير ذلك. فالدعوة حصل لها نوع من التلميع، وظهرت بصورة كما قلت لكم أنها فقط للبدع والخرافات إلى غير ذلك، ولم تظهر الجانب التكفيري الواضح الظاهر في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب، هل يوجد عندنا إحنا أدلة على أن الشيخ محمد بن الوهاب كان يكفر؟ يعني كان يحمل الفكر التكفيري؟ الجواب نعم. هناك عدة شواهد وأدلة، وربما هذه الحلقة إن شاء الله سوف تظهر لك ذلك بما لا يدع مجال للشك. المشكلة ترى فقط في أننا لا نقرأ، ولا فقط أنت لو قرأت شيء يسير وربطت الأمور في بعضها ستظهر لك مثل الشمس في رابعة النهار. وأول هذا يا أخي أننا نجد في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في بدايتها أنه كان يبحث عن أمراء يبايعهم على الجهاد، وهذا سؤال غريب يجب أن نطرحه على أنفسنا. ما حاجة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى أنه يطلب البيع على الجهاد؟ يعني كنا نعرف نحن في ذلك الزمن حينما نقرأ التاريخ كان هناك أمراء على كل منطقة من مناطق المملكة، وكان كل أمير له أطماع في أنه يستحوذ على ما لدى غيره. هذه الحروب كانت حروب دنيوية عادية، لكن وجدنا أن الشيخ بدأ هو الذي يقودها ويسير فيها. فما دخل الشيخ بدعوة بحروب من أجل الملك ومن أجل السلطان، يدخل هو فيها باسم الدين والجهاد. هنا حصلت المشكلة. يعني هو أول ما ذهب إلى الأمير عثمان بن معمر أمير العيينة وبايعه بيعة. أنا هنا أضع 10 خطوط تحت كلمة بيعة. وعندنا اليوم إحنا كثير من السلفيين ينتقدون على جماعة الإخوان المسلمين أنهم يبايعون أميرهم ويقولون هذا كيف البيعة. الآن الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء ببيعة، وبيعة على من؟ على إيش؟ على الجهاد وعلى الإسلام مع الأمير عثمان بن معمر. وبقي معه فترة وذهبوا وبدأوا يمارسون أشياء كثيرة. أول شيء هدموا طبعا قبة زيد بن الخطاب وحصلت وقائع. ثم بعد ذلك لما تخلى عنه الأمير عثمان بن معمر خوفا من تهديد أمير الأحساء حينما هدده بأنه إذا لم تخرج الشيخ فسوف نفعل بك ونفعل، فذهب مرة أخرى إلى الأمير محمد بن سعود وطلب منه أيضا البيعة على الجهاد والسيف لإقامة الإسلام. فالسؤال، لو كان الشيخ محمد بن الوهاب جاء ليمحي البدع
والخرافات اللي احنا قلنا عليها، فهل يحتاج إلى سيف ويحتاج إلى أن ينضوي تحت لواء أمير كعثمان بن معمر ولا كالأمير محمد بن سعود حتى يفعل هذا الأمر؟ هل يحتاج هذا الأمر؟ وهل يحتاج إلى سفك الدماء كما حصل وكما سوف يأتي معنا؟ هل يحتاج كل هذا؟ وهنا تجد سيرة مليئة بالدماء والقتل. هل هذه السيرة تتناسب مع دعوة مفادها النهي عن البدع والخرافات والشركيات التي ليست شركا بالله، هي شركيات نسميها؟ هل ينسجم هذا مع هذا؟ يجب أن نسأل هذا السؤال. كذلك يأتي معك كتب الشيخ طافحة بالتكفير. عندك كتاب نواقض الإسلام، هذا بحد ذاته، هذا الكتاب لو طبقناه بحسب ما ورد فيه من مبادئ، أنا أضمن لك لن يبقى ولا مسلم في العالم الإسلامي. وسوف آتي له إن شاء الله إن لم يدركنا الوقت، سوف يكون لنا وقفة معه في نهاية هذه الحلقة إن شاء الله. كذلك نكير العلماء المعاصرين عليه واتهامهم لهم بهذا. يعني علماء كثر جدا، بعضهم أحصى يمكن أكثر من 100 عالم، بعضهم أحصى 150 عالم في ذلك الوقت، كلهم اتهموه بالتكفير وبدعوه واخرجوه من السنة. وكان يعني من أشد هؤلاء أخوه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب، والذي أيضا سوف يكون لنا وقفات مع كتابه وما جاء فيه، وأيضا الشيخ عبد الرحمن بن عفالق الحنبلي السلفي الذي كان يعيش في الأحساء، وقد أقام حملة شعواء وشرسة على الشيخ واتهمه فيها بأنه يحمل فكر الخوارج وفكر التكفير. فهذه الأمور كلها تجعلنا فعلا نرى أن هذا الفكر هو لا يختلف عن الأفكار المعاصرة التي نراها اليوم عند داعش وعند القاعدة وعند غيرها. ولذلك هم الآن يتبنون دعوة الشيخ ويوزعون كتبها. أنا حتى رأيت بعض داعش يعني عاملة مطبوعات دعوة كتاب التوحيد وكتاب نواقض الإسلام وكذا، وقاعدة توزعه على أتباعها. لماذا؟ لأنه في اشتراك فكري، ويجب أن نعترف بهذا، ويجب أن يكون عندنا الشجاعة لأن نقول هذا ونقف عنده. الأمر الآن ما عاد يحتمل مجاملات. الإسلام اليوم يحارب ويشوه تشويه لم يسبق في تاريخ المسلمين مثله. اليوم الصد عن سبيل الله من قبل المسلمين أعظم من الصد الذي يمارسه اليهود أو النصارى أو غيره. اليوم عداوتنا وإشكال الإسلام هو من حملته ومن أهله، وبدأ الناس يخرجون من دين الله أفواجا في هذا الزمن، حتى من أبناء المسلمين. الآن موجة الإلحاد يا إخوان بدأ يدق أبوابنا وأبواب حتى بلادنا، حتى السعودية الآن، وحتى دول الخليج، وحتى دول العالم الإسلامي بدأ الإلحاد فيها. لماذا؟ لأنه في أفكار حقيقة لا تمثل روح الإسلام، شوهت الإسلام، أخرجت الإسلام عن مبادئه التي انتشر بها، التي أحبه الناس لأجلها، خرج بذلك عنه. بسبب ماذا؟ بسبب مثل هذه الأفكار التكفيرية الإقصائية التي دمرت كما قلنا روح الإسلام. فدعونا الآن، أنا سوف أبدأ في رأيي في دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما استخلصته، سأقوله لكم في أسطر، ثم بعد ذلك أخذكم في جولة في التاريخ ونقرأ مع بعض هذه الأحداث وكيف حصل، ونستخلص منها ما نريد أن نطلعكم عليه. باختصار، ماذا فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء إلى أناس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويصومون ويحجون، لكن هم واقعون فيما وقع فيه الناس من قبل الشيخ محمد بن عبد الوهاب 700 سنة، وما بعد الشيخ محمد بن الوهاب إلى يوم الناس هذا، وهو أنه سيطرت عليهم بعض الأفكار في التوسل بالصالحين، وأحيانا الاستغاثة والتمسح بالقبور والأضرحة ومثل هذا الكلام الذي ما خلت منه أمة الإسلام من يمكن يعني 800 سنة إلى اليوم. والعلماء شاهدوا هذا وكلهم أنكره، وبعضهم كرهه، وبعضهم لهم موقف من بعض أنواع التوسل وبعض أنواع الاستغاثات وبعض أنواع التبرك. بعضهم كان يجيزها، بعضهم يحكم عليها بالكراهة، بعضهم يجعلها من كبائر الذنوب، لكن ما تطرق إلا ما شذ
لهذه الأمور على أنها كفر أكبر، يعني سماها بنفسها كفرا أكبر، يعني فاعلها خرج من الإسلام وأصبح ويعبد الأولياء ويعبد الصالحين. هذا ما قال به أحد. فالشيخ جاء وجعل هذه الأفعال كفرا أكبر بذاتها، من يفعلها فهو كافر. وخلوني يا جماعة أتنزل معكم حتى لا ندخل في جدل بيزنطي الآن ويطلع لي ناس يقول لك تعال وأدلة وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وكذا من هذه الآيات التي إن شاء الله سأناقشها تفصيلا إن يسر الله، يعني في حلقة مستقلة. لكن خلنا حتى لا ندخل في هذه الأمور التشغيبية التي تشوش علينا، خلينا نفترض فعلا أن هذه الأفعال هي أفعال كفر وشرك أكبر. ماذا فعل الشيخ؟ هل طبق قواعد أهل السنة والجماعة في تكفير المعين؟ ولا هو كفر الجميع بدون استثناء؟ ولمن لا يعرف شرح بسيط كذا عن مسألة تكفير المعين. أهل السنة عندهم قاعدة يقول لك فرق بين الكفر وبين التكفير. الكفر شيء والتكفير شيء. نحن قد نحكم على عمل ما أنه عمل كفري، مثل ماذا؟ مثل شخص يسجد لصنم، مثل شخص يسب الله، مثل شخص يفعل ويفعل. هذا الفعل يعتبر فعل كفر، لكن هل صاحبه كافر أم لا؟ هذا ما يسمى بتكفير المعين. يقول لك لا، الفعل شيء والفاعل شيء آخر. الفاعل هذا مثل القضاء، نحكم عليه حكم قضائي. يعني كيف؟ يعني نأتي إليه ونناقشه ونشوف هل هو والله مثلا جاهل، هل هو عالم، هل قامت عليه الحجة، هل يعرف ما يعرف، هل هو جاهل ناسي مكره إلى غير ذلك. لأن هذه الأفعال قد تصدر من إنسان وهو لا يريدها، أو هو لا يريد الكفر بالله أصلا وليس على باله أصلا أنه يكفر بالله والعياذ بالله، لكن هو يفعل هذه الأفعال من أجل أحيانا الإلف والعادة، أحيانا بعض المذاهب التي تربى عليها فيها تصوف فيها كذا أخذ منهم هذه الأمور وأصبح كذلك. فهو في الأساس هو لا يريد الكفر. فعندنا إحنا فرق بين الكفر وبين التكفير. الآن حينما يقول الشيخ أن هؤلاء كفار الذين يعني من يأتي إلى القبر ويستغيث عنده ويعمل، يقول لك كافر. طيب حينما تريد أن تكفر هذا الشخص ماذا يجب عليك أن تفعل؟ يجب عليك أن تحاكم هذا الشخص، تأتي إليه وتفهم لماذا عمل هذا الشيء، وهل هو خاصة أنه هذا مسلم. يعني إحنا الأفعال نتشكك فيها حينما تصدر من شخص مجهول الحال لا نعرف ما هو. شخص كذا مشينا في الشارع ولقينا واحد واقف قدام شجرة وقاعد يدعو ولا قاعد مدري إيش، ما نعرف هو مسلم ولا كافر، فنيجي نسأله يا فلان أنت يا أبو الشباب أنت إيش قاعد تسوي قدام الشجرة؟ فيقول لك والله أخي لا أنا كذا أنا مسلم اسمي محمد. والله أنا نعرف عندنا مشايخنا أننا نتبرك بالأولياء والصالحين، وهذه الشجرة كان يجلس عندها واحد صالح مثلا ولا كذا 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 يا أخي. تمام؟ فأنت تبدأ تعرف هذا، ثم بعد ذلك والله تعرف أنه هذا الرجل جاهل عالم، هل هو مسلم غير مسلم، ثم يحكم عليه بالكفر كحكم قضائي. يعني مفهومنا المعاصر اليوم حكم قضائي، تقول بعده أن هذا الشخص مسلم أو كافر. الشيخ لم يفعل ذلك. الشيخ مجرد أنه سمع أن هذا المكان فيه أناس يقومون بكذا فهم كفار مباشرة، وسيأتي من التاريخ. ماذا فعل بعد ذلك؟ أتاك بمفهوم غريب وعجيب. قال لك من لم يكفر هذا الرجل أو شك حتى في كفره فهو كافر. وهذه كتبها في النواقض وسيأتي معنا في أحد نواقض الإسلام، يقول من شك في كفر المشركين، من لم يكفر المشركين أو شك في كفره. وأنا والله أذكر لما قرأت هذا أول مرة عجزت إني أفهمه، قلت إيش معنى من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم؟ كيف يعني لا يكفر المشركين؟ مسلم لا يكفر المشركين ويشك في كفرهم. فعرفت فيما بعد أن هذه هي الذريعة والوسيلة التي توصل فيها الشيخ إلى تكفير عموم الخلق من المسلمين في ذلك الزمان. يعني قبيلة هذا الرجل كافرة، ومن شك في كفر هذا الرجل فهو كافر. يعني قال لك يا أخي يمكن هذا الرجال جاهل، يمكن ترى بيتبع مذهبا معينا من مذاهب المسلمين، قال لك كافر، تشك في كفره إذن أنت كافر. فماذا حصل من ذلك؟ حصل أن الشيخ كفر الجميع،
يعني ما بس كفر هذول الفاعلين، يعني ناتي لمدينه مثلا مثل الرياض في ذلك الوقت فيها مثلا خلينا نقول 10,000 ولا 20,000 انسان، من هؤلاء ال20,000 يوجد 100 واحد ولا 200 واحد ولا 500 واحد ولا 1000 واحد يعملون افعال الاضرحه هذه والاستغاثات وغيرها. قال هؤلاء كفار. طبعا كفار كذا على طول بدون ايش؟ شروط تكفير المعين، ان احنا نجي معهم ونشوف. يقول لك اقمنا عليهم الحجه، وهذا يذكره الشيخ في اكثر من موضع. اقمنا عليهم الحجه، كيف يعني اقمت عليهم الحجه؟ يعني جو قالوا لهم ترى انتم اللي بتسووه غلط وهذا كفر وهذا كذا. سمعوا الكلام الحمد لله، ما سمعوا الكلام اذا انتم كفار. تمام؟ فهؤلاء 100 ولا 200 كما قلنا اصبحوا كافرين. أهل الرياض الذين لم يكفروهم أو الذين شكوا في كفرهم هم أيضا كفار، وبهذا أصبح كل أهل الرياض كفار. وخذ تعال بعد كذا في باقي الأماكن، ويبدأ ابن غنام في التاريخ كما سوف نعرض له الآن يبدأ يطرح المدن والقرى، ويبدأ بالرياض ثم الأحساء ثم الحجاز ثم مصر ثم العراق ثم اليمن، ويذكر أن هذه كلها البلدان كلها أصبح فيها القبور والشركيات وكلها رجعت إلى الجاهلية، وبالتالي كل أمة محمد في ذلك الوقت أصبحوا كفار مشركون. وسيأتينا من كلام. طبعا من السؤال البديهي الآن، احنا من وين مصادرنا التي سوف نستقيها لأجل طرح مثل هذا الموضوع ومعرفة ما حصل؟ طبعا أهم مرجع موجود عندنا هو تاريخ الشيخ حسين بن غنام. حسين بن غنام كان مرافقا للشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان حضر معه المشاهد كلها طبعا والأحداث وكذا وعاصرها، وكان الشيخ محمد يطلب منه أن يكتب التاريخ، واستجابة لطلب الشيخ هو كتب ذلك. فهنا أنت أمام رجل يعني حامل لفكر الشيخ بالكامل، ويظهر عليه أنه متعلم ومطلع، يعني ما هو شخص جاهل. يعني إذا نقل أشياء فأنت تعرف أنه ينقل فعلا مذهب الشيخ وآراء الشيخ. وأيضا الشيخ مزكيه. الشيخ الآن لو خرج علينا الشيخ الآن محمد قلنا له من ترشح لنا أن يكتب تاريخك وأحداثك، سيقول لك حسين بن غنام، لأنه هو قال ذلك. فهذا مصدر مهم جدا جدا في فهم ودراسة تراث الشيخ محمد بن عبد الوهاب. طبعا في أيضا تاريخ آخر لعثمان بن بشر، لكن هو في غالبه فيما يظهر كان ينقل، يعني أكثر الأحداث تجدها أنها منقولة من ابن غنام، الأحداث حتى بنفس الأسلوب ونفس الطريقة. أيضا عندنا من المصادر المهمة هو ما كتبه الشيخ سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهذا كتاب قيم جدا، وفيه ذكر كثير من الأمور التي كان يفعلها الشيخ وكيف هو كان ينتقدها عليه. نبدأ الآن معكم في قراءة في تاريخ ابن غنام، حتى يعني نرى أولا أنه ذكر كيف أن الشيخ طلب منه كتابة التاريخ. قال: أردت أن أصنف فيما أشرق ضياؤه وانتشر وشاع في غالب الأقطار واشتهر من الغزوات التي هي في محيي الدهر كالغرر، والفتوحات الإسلامية التي مبدأها العقد السادس من القرن الثاني عشر. لاحظ هذه اللغة وافتح إذنك عليها، ستسمع كثير من هذه العبارات: أهل الإسلام، الفتوحات، الغزوات، الغنائم، الفيء، المهاجرين، السابقين، ديار الكفر، المرتدين، المشركين، عبدة الأصنام. تسمع كثير في تاريخ ابن غنام من مثل هذه العبارات الخطيرة جدا التي تنم عن نظرتهم لتكفير المجتمع في ذلك الوقت بصفة عامة وشاملة. قال: والإمام أيده الله تعالى يعزم علي في ذلك ويشير، يعزم عليه في أنه يكتب هذه الغزوات وهذه الفتوحات الإسلامية. قال: فشرعت فيه حتى أتقنته تصحيحا وتحريرا.
طبعا يفتتح ابن غنام التاريخ بأنه يعطيك أن كيف جميع الموجودين في ذلك الوقت قد خرجوا من الإسلام، فيقول كان أكثر المسلمين في مطلع القرن الثاني عشر الهجري قد ارتكسوا في الشرك وارتدوا إلى الجاهلية، وانطفأ في نفوسهم نور الهدى لغلبة الجهل عليهم واستعلاء ذوي الأهواء والضلال. ارتدوا إلى الجاهلية وارتكسوا إلى الشرك. طبعا من كان يعيش في ذلك الزمن يا أبا غنام؟ كان يعيش وناس كما قلنا مسلمين، كانوا حتى بعضهم مو بعضهم كلهم، إما تلقاه على المذهب الحنبلي أو تلقاه على المذهب الشافعي، يعني ناس مسلمين ومساجد وصلاة وحاج وعلماء وكل شيء فيه، ناس عاديين مثل ما هو اليوم موجود، ليس كاملا، فيه أخطاء فيه، لكن ليس بهذه الصورة. شوف يقول لك ماذا؟ يقول فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين، وهذا إفك. حينما تقول عبدوا الأولياء، والله ما عبدوهم يا أخي. طبعا يجيك بالآية الآن ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يأتيك بالمقتضى، وهذا بحث أنا سوف أتكلم عليه، لكن لابد طالما جاء هذا لابد أن نتكلم عليه قليلا. مشكلة التكفيريين المعاصرون والقدماء أنهم يكفرون بشيء اسمه التركيب والمقتضى. هو يأتي بالأمور ويركبها تركيبا. يعني مثلا الخارجي الأول الذي كفر الناس بالذنوب، كان الخوارج الأوائل يكفرون الناس بفعل أي ذنب، يعني تزني تسرق تقتل أنت كافر. طبعا هذا خالفهم فيه الصحابة وإجماع الأمة على هذا، أنه هذا كلام باطل. لكن هم كيف كفروا؟ هم استخدموا شيء اسمه التركيب والمقتضى. كيف؟ يجي يقول لك الله سبحانه وتعالى أنت تؤمن به أو لا؟ تقول نعم. يقول لك الله أمر أن لا تزني، صح ولا لا؟ طيب. يقول لك أنت الآن زنيت، طيب. يقول لك إذن أنت لا تؤمن بالله، أنك تخالف أمر الله. الله يقول لك لا تزني وتقول له أنا لا يهمني، سوف أزني وسوف أسرق. إذن أتى هو بماذا؟ لم يأتي بفعلك الذي هو السرقة أو الزنا، أتى بمقتضى فعلك حسب تفسيره هو. تفسيره هو أن مقتضى فعلك أنك أنت تتحدى الله وأنك ترد أمر الله وكذا وكذا، فأنت بالتالي بهذا التركيب، طبعا مثل معادلات الرياضيات، س زائد صاد زائد عين يساوي كذا، إذن النتيجة كذا. وهذا نفس الطريقة التي استخدموها. أنت تأتي إلى القبور فتتمسح في الاستغاثة، ما هي؟ عبادة. إذن أنت صرفت عبادة إلى من؟ إلى الله ولا لغير الله؟ إلى غير الله. إذن أنت أشركت مع الله غيره، إذن أنت كافر. مقتضى وتركيب. فهنا الآن يقول لك فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين. الآن هم عبدوا الأولياء والصالحين، ولا مقتضى فعلهم حسب رأي ابن غنام والشيخ محمد عبد الوهاب أنهم عبدوا؟ لا، بالمقتضى. قال فعدلوا إلى عبادة الأولياء والصالحين أمواتهم وأحياءهم، يستغيثون بهم في النوازل والحوادث، ويستعينونهم على قضاء الحاجات وتفريج الشدائد. ثم يأتيك بعد ذلك ويقول وظلوا يعكفون على أوثانهم تلك حتى صدق فيهم قوله تعالى نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، وأحدثوا من الكفر والفجور والشرك بعبادة أهل القبور. يعيد يقول لك عبادة أهل القبور، وصرف النذور إليهم والابتهال بالدعاء لهم، ما زادوا به على أهل الجاهلية. يعني ما هم زي الجاهلية، لا، يكرموا أهل الجاهلية عندهم، هذول أسوأ من أهل الجاهلية. ثم يأتيك طبعا الآن في التعميم، يقول وقد انتشر هذا الضلال حتى عم ديار المسلمين كافة. أنا طبعا قاعد أنقل مقتطفات، ماني قاعد أستطيع. شوف، وقد انتشر هذا الضلال حتى عم ديار المسلمين كافة، يعني هذه القبور التي هم كفروا فيها وكفروا أصحابها عم ديار المسلمين كافة. ماذا يعني هذا؟ أن كل ديار المسلمين كفار، واضح. وكانوا يزعمون أن قريوية أعتقد في الدرعية، أن في قريوية في الدرعية قبور بعض الصالحين، فعكفوا على عبادتهم وصار أهلها أعظم في صدورهم من الله خوفة ورهبة، فتقربوا إليهم وهم يظنون أنهم أسرع إلى تلبية حوائجهم من الله. شوف أسرع، يعني شوف هذا هو المقتضى كما أقول لك. الآن هم اعتقدوا أنهم أسرع إلى تلبية حوائجهم من الله. من قال هذا؟ يا أخي روح لأي الآن شخص ضريحي قبوري صوفي، روح قل له يا أخي هل أنت تعتقد
أن السيد البدوي ولا السيدة زينب ولا الحسين ولا هؤلاء الذين أنت تتضرع بهم أنهم أقرب في تحقيق حوائجك من الله، والله يمكن يضربك لو تقول له هذا الأمر، يمكن يتهمك بالجنون والعبط أنك تقول هذا. لكن هو يأخذ بماذا؟ يأخذ بمقتضاه هذا الفعل في مفهومه الخاص هو. ومن هنا نزلوا الآيات التي ينزلها الله في المشركين، أخذوها ونزلوها على المسلمين كما سيأتي معنا. وبدأ يذكر طبعا بعض الأشياء التي كانت موجودة، أنه يعني كلها أشياء مثل التي نراها اليوم، التبرك، تمسح، كذا. ما عبدوا الأشجار والأوثان كما قالوا، ما عبدوا الأصنام كما قالوا. أنا لما كنت أقرأ وغيري كثير كنا نظن أنهم أتوا باللات والعزى وهبل ووضعوا الأشجار ووضعوا الأحجار وقاموا يعبدوها ومن دون الله وكذا. هذا حقيقة الصورة التي نقلت لنا، لكن الواقع ليس كذلك. هؤلاء ناس كما قلنا لهم. طيب، يقول أيضا وما يأتونه كذلك عند قبر عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الطائف من الأمور. يعني قبر عبد الله بن عباس يعني ما هم جابوا هبل ولا اللات ولا العزى، يعني قبر واحد من الصالحين من كبار الصحابة، وكان عندهم مثلا أمور نحن ننكرها، نعم، لا نقول لا، ونقول أنها بدع، نعم، نقول أنها تخدش في التوحيد، نعم، لكن كفر أكبر هنا المشكلة. وأما في بلدان مصر وصعيدها من الأمور التي ينزه الإنسان عن ذكرها وتعدادها، فمنها أنهم يأتون قبر أحمد البدوي وقبور غيره من العباد والزهاد والمشهورين بالخير فيستغيثون ويندبون ويسألونهم المدد ويستحثونهم على كشف المصائب ويتداولون بينهم حكايات وينسبون إليهم كرامات ويحكون في محافلهم أمورا من أفحش المنكر والضلال. ما أتيت من جديد، يعني مئات السنين والمسلمون على هذه الأمور، والعلماء تعاملوا معها كما قلنا. وفي الموصل، راح للموصل، وصل للموصل كذا وكذا وكذا وقبر أبو حنيفة وإلى آخره. فباختصار ما ترك أحد في ذلك الوقت إلا ونسب إليه مشكلة القبور والشرك، وبالتالي الأمة كلها أصبحت كافرة بهذا المفهوم والعياذ بالله. يقول لك فمن أخذ شيئا من أنواع الإلهية والعبادة التي لا تصلح إلا لله وجعله لمخلوق فقد اتخذه إلها مع الله وإن لم يزعم أنه إله. وهذه هي المشكلة. وترى أيضا كمان مشكلة كثير من التكفيرين والفكر التكفيري عموما أنهم لا يشترطون النية في الكفر. يعني أنت ممكن أنك تكفر وأنت لا تشعر. ممكن تكون ماشي في الشارع كذا ويجيك واحد يقول لك لو سمحت، تقول له نعم، يقول لك تراك أنت كفرت قبل ساعة. لا يا شيخ، لا أنا كفرت. إيه كفرت. إيش سوي؟ يقول لك يلا أشهد أن لا إله إلا الله وتشهد. كما قال أولئك الجهال للإمام علي رضي الله عنه أنك كفرت واشهد على نفسك بالكفر وتشاهد الآن الشهادتين. إنما من الكفر فررت. ماذا تقولون أيها الجهلاء أنتم؟ فعندهم الكفر ممكن تكفر أنت هكذا بعمل مجرد بدون أن تدري وبدون أن تعلم وبدون يكون لك إرادة أصلا، مجرد أنك تفعل شيء معين تكفر. وهذا باطل جدا، وربما إن شاء الله يأتينا في لنقاشه يعني علميا. طبعا بعد ذلك حينما ذهب إلى الشيخ إلى الأمير عثمان بن معمر، ذكروا واقعة أنه أقام الشيخ حد الردة على امرأة، حد عفوا الزنا على امرأة محصنة ورجمها. وهذه طبعا دائما تتكرر ونستغرب الحقيقة منها. دائما لما تأتي هذه الجماعات التي يعني نحن نرى أنها تحمل الفكر التكفيري، تجد على طول عندهم الرجم حصل وكذا، مع أنه في تاريخ الإسلام كله لم يقع يعني حالات الرجم إلا مرات معدودة، لأن قواعد الشرع إذا طبقت بالشكل الصحيح لا يوجد رجم. وخصوصا حينما يكون بالإقرار كما حصل مع هذه المرأة جاءت وقرت على نفسها بالزنا. يعني فما هو معلوم شرعا أن المرأة إذا قرت على نفسها بالزنا أو الرجل ورجم ثم هرب، يعني أتى ألم الحجارة فهرب، يترك لا يطبق عليه الحد. فطبعا لو طبق بهذا الشكل نادرا يعني أن يحصل أنها ترجم حتى الموت وهي لا تتحرك. يعني من هذه الغامدية يعني في معاصرة تابت توبة ملأت أهل الدنيا، الله أعلم. لكن حقيقة يعني في تشكك يأتينا، ويزيد من هذا الشك أن العلماء شنعوا عليه في ذلك الوقت. وذكر هذا ابن غنام في التاريخ حيث قال بعدها، قال فلما جرت هذه الحادثة كثرت أقاويل أهل البدع والضلال، كل من عداهم مبتدع وضال على طول.
وتطاولت ألسنة العلماء عليه ينكرون ما فعل، مع أنه لم يعدو الحكم المشروع بالسنة والإجماع. يعني حتى العلماء في ذلك الوقت أنكروا هذه الحادثة. الله أعلم. ثم بعد ذلك يقول لك فبسط، يذكر أنه لما يعني تخلى عنه الأمير عثمان بن معمر وذهب إلى الأمير محمد بن سعود، يأتيك هنا يقول فبسط الأمير محمد يده وبايع الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بايع على دين الله والجهاد في سبيله. جهاد من؟ الجهاد مصطلح إسلامي يطلق عندنا في قتال المسلم للأعداء من غير المسلمين. لا نفهم الجهاد إلا هكذا، خاصة حينما يقترن ببيعة. يعني أنت قاعد تتكلم عن الجهاد الأصلي وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبدأ بعدها عن مسلسل القتل، فقتلوا أيضا الأمير عثمان بن معمر. ولاحظ يقول أنه يعني هم اشتكوا فيه الرجل أنه كان يعني يخالفهم ويعني قد يكيد لهم مثلا بالمكائد، فقال إلى أن تكرر منه ذلك المكر وظهر نفاقه أنه ابن معمر منافق يظهر لهم الإيمان ويبطن الكفر طبعا. قال فانكشف أمره فقام بقتله جماعة من أهل التوحيد بعد أن انقضت صلاة الجمعة في مصلاه بمسجده في العيينة. يعني قتلوه داخل المسجد. هذا عابد الوثن وعابد الحجر. احنا نتكلم الآن عن دعوة ماذا؟ دعوة أناس ارتدوا عن الإسلام وعبدوا الأشجار والأحجار، ثم يأتي ويقتل الإنسان في داخل المسجد يصلي في صلاة الجمعة، ويقول لك هذا جهاد وهذا إنكار للبدع والمنكرات والحوادث فقط وليس تكفيرا. ثم أتى الشيخ وبدأ يقول وكاتب الشيخ بدعوته أهل البلدان ورؤساءهم ومدعي العلم فيهم، فمنهم من قبل الحق واتبعه ومنهم من اتخذه سخريا واستهزأوا به. تكاتب بدعوتك أهل البلدان، لماذا؟ ماذا تكاتب؟ هذه يعني احنا على طول نستحضر فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخاطب الملوك: إني رسول لكم من الله وأسلم تسلم وإن لم تسلم، يعني أنه سوف يأتيك ويأتيك. فشيء غريب حقيقة. يأتي بعد ذلك ابن غنام ويكتب لك باب كامل اسمه الغزوات كذا الغزوات، ويبدأ يفتتح يقول أرسل هو والأمير محمد بن سعود إلى دهام بن دواس رئيس بلدة الرياض ليتبع طريق الحق وينضم إلى الجماعة، واجتهد في نصحه ما وسعهما الاجتهاد. تمام؟ ثم عاد تأتيك العبارات الكثيرة جدا التي يمكن لو عددتها أنا أقول لك تصل 100 150 200 مرة يذكر فيها ابن غنام الشيخ محمد عبد الوهاب وجماعته بالمسلمين، يصفهم بوصف المسلمين، ويصف من يحاربونهم بالمشركين. فيأتيك مثلا في أحد الوقائع يقول فانهزم دهام وجماعته والمسلمون بأثرهم. المسلمون بأثرهم. تمام؟ ثم يأتي بعد ذلك يقول فلم يشعر المسلمون إلا وهم خلفهم فانكسروا في إيش؟ في الواقع. ثم يقول لك واستشهد من الجماعة، عبارة إيش؟ الاستشهاد واستشهد من الجماعة. يأتيك في موضع آخر هنا ويقول وفي هذه السنة ارتد إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن أمير ضرما. ارتد كيف؟ لأنه هذا كان معهم ويعني غزوه وأخذوا هذا، ثم بعد ذلك تركهم وانقلب عليهم، فيسميه مرتد على طول. هذا ارتد. ثم غزا المسلمون بلدة الزلفي، ثم غزا المسلمون الخرج، كذا غزا والمسلمون. ثم أغار المسلمون على فريق من البدو يقال لهم دهيمان فأخذوهم أجمعين وقتل من المسلمين 2. كذا أغار على فريق من البدو، المسلمون أغاروا على هؤلاء فأخذوهم أجمعين. شفت كيف؟
وفي أواخر هذه السنة يقول ارتد أهل منفوحة، كذا أهل منفوحة كلهم ارتدوا. ليش؟ لأنهم يعني ضجروا من هذه الدعوة ورفضوا مطاوعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقالوا لا نريد وكذا. ارتدوا ارتداد كامل. قال ارتد أهل منفوح ونبذوا عهد المسلمين، ارتدوا. والعجيب سبحان الله، يعني دعوة الحق ودعوة الإسلام الصافي يقبلها الناس بفطرتهم، لا يدخلوها مكرهين. فهؤلاء الناس في ذلك الوقت دخلوا هذه الدعوة مكرهين، والدليل على هذا أنه حصل كثير من الارتدادات التي يذكرها ابن غنام، والتي الآن سوف يوضح جانبا منها. يقول وحين رأى الشيخ محمد بن عبد الوهاب تظاهر بعض أهل البلاد بالضلال وارتداد من ارتد منهم عن التوحيد، كثرة التراجعات والخروج عليهم، ما عاد صاروا طايقينهم الناس. يقول جمع في هذه السنة 1167 أهل الإسلام من بلادهم ووعظهم وبين لهم سنة الله فيما يجري على أهل التوحيد من أهل الفجور والشرك، وكشف لهم معاني الآيات الواردة في القرآن بذلك، وبشرهم بالنصر والظفر إن استقاموا على الدين وثبتوا عليه، وأمرهم بالرجوع إلى الله والتوبة وصدق النية، فتصدقوا بصدقات كثيرة وسألوا الله النصر. كيف؟ لأنه مروا بارتداد كبير عن الإسلام. ثم يأتيك في واقعة عجيبة، يقول ثم إن السيايرة في بلدة طرما، هذول ناس يقول عنهم الغنام يقول احتقروا أهل الدين، هكذا يقول احتقروا أهل الدين. ومن هنا ترى يأتيك في النواقض موضوع الاستهزاء، كانوا حريصين عليه لأنه كانوا يستهزأ بهم كثيرا، كانت أقوالهم غريبة، فكان يعني يتعرضون كثيرا للسخرية منهم، فجعلوها ناقض على طول من نواقض الإسلام. فهنا قال لك احتقر أهل الدين، فرفعوا أمرهم إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال نحن نجهل حالهم، فإن كنتم تحققتم منهم شيئا فامضوا فيهم بعلمكم. يعني فوض لهم الأمر، أنا ما أعرف عنهم، روحوا أنتم شوفوا اللي تشوفوا فيهم، شفتهم كفار خلاص. وفعلا شوف إيش قال فبادر إليهم أمير ضرما وجماعته فقتلوهم صبرا. صبرا في لغة العرب يعني بدون قتال بدون سيف، كذا زي الأسرى مسكوهم وقتل. وكأنك تشاهد جماعات التكفير المعاصرة اليوم بأم عينك. ومن الذي كفرهم الآن هنا؟ الشيخ نزل إلى الساحة ونظر فيهم وحتى يكفر المعين كما قلنا، نظر لهؤلاء قال أنا ما أعرف حالهم، لكن اذهبوا فيهم بعلمكم. ومن هذول؟ طبعا معروفين، ناس جهلة أعراب ما يعرفون ولا شيء، يعني إيش بيكونوا يعني حتى ينفذوا مثل هذه الأمور؟ اذهبوا فيهم بعلمكم، وقتل ودم، الله المستعان. وفي هذه السنة، وهنا نكبة النكائب الحقيقة، هنا نكبة النكائب. وفي هذه السنة أيضا قتل سليمان بن خويطر. هذا بن خويطر كان رسول الشيخ سليمان بن عبد الوهاب في رسالته التي أرسلها إلى أهل العيينة، رسالة علمية موثقة مضبطة، شيء يعني تقرؤوها وأتمنى أنكم تقرؤوها الحقيقة، علم حقيقي ورصين. انظروا ماذا فعلوا به. في هذه السنة أيضا قتل، وهنا بعض الإخوة رد علي في هذا الكلام قال كذبت، أقول تفضل شوف. وفي هذه السنة أيضا قتل سليمان بن خويطر، وسبب ذلك أنه قدم بلدة حريملاء خفية، وهم إذ ذاك بلد حرب. حط له تحت هذه برضو خطين سنأتي لها بعدين، شوف كيف أنه حولوا بلاد المسلمين إلى بلاد حرب. وهم إذ ذاك، إيش معنى بلاد حرب لمن لا يعرف؟ ديار المسلمين إما تكون دار إسلام، وإما دار عهد التي يكون بيننا وبين الكفار فيها معاهدة، وإما دار حرب يعني ناس يحاربوننا في الدين وليس بيننا وبينهم أي عهد ولا ميثاق. وهؤلاء دار حرب نستطيع أن نقاتلهم ونقتل منهم ومباحين لنا. فالآن هم جعلوا الآن بلدهم إذ ذاك دار حرب، يعني في كل البلدان طبعا هم جعلوها ديار حرب. فبيقول لك وهم إذ ذاك بلد حرب. يقول فكتب معه قاضي البلدة سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ كتابا إلى أهل العيينة ذكر فيه شبها مريبة وأقاويل محرفة وأحاديث مضلة، والله ما في شيء من هذا.
وأمره أن يقرأها في المحافل والبيوت، فألقى بذلك في قلوب بعض أهل العين شبهات غيرت قلوب من لم يتحقق الإيمان ومن لم يعرف مصادر الكلام، فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل. فأمر الشيخ به أن يقتل فقتل. قتل من؟ الرسول الذي جاء بالكتاب. ثم يكمل بعد ذلك الفتوحات المزعومة، يقول لك ثم فتح المسلمون حريملاء عنوة. هذا مصطلح حتى فقهي، يعني فتح عنوة والفتح صلحا وهكذا، يعني قاعد بيتكلم على كفار، كأنك تقرأ أنت الآن في تاريخ ابن هشام. ودخل المسلمون البلدة وأعطى عبد العزيز بقية الناس، عبد العزيز بن محمد طبعا بن سعود، بقية الناس الأمان، وصارت البلدة فيئا من الله ودورها ونخيلها غنيمة للمسلمين. يا إخواني يبغى لها يعني هذه الآن غنيمة للمسلمين وفيء وللمسلمين. ما معنى هذا؟ معنى أنهم كفار، ما تحتاج. شوف ماذا يقول لك: ثم أقبل عبد العزيز بن محمد بالأموال والغنائم إلى الدرعية، فقسمها الشيخ محمد بن عبد الوهاب متبعا بذلك سنة رسول الله وما كان يصدر عن السلف. غنيمة من كفار مشركين. من هم؟ نعيدها للمرة الثالثة كما قلنا: مسلمون، حنابلة وشوافع، عندهم أخطاء. وفي سنة 1169 رفع الله عن أهل القويعية الشرك وهداهم إلى التوحيد، فوفدوا على الشيخ والأمير في الدرعية فبايعوا على الإسلام. وحين شوفوا هذه واقع الآن تبين لك أنهم هاجروا، عملوا حتى مفهوم الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام حسب اعتقادهم. قال: وحين عاد عبد العزيز إلى الدرعية استأذن المقاتل في أن يوزع الغنائم على المهاجرين، فطابت بذلك نفوسهم. يعني كأننا نستحضر الآن الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكة حينما أعطى المؤلفة والطلقاء ولم يعطي الصحابة والمهاجرين والأنصار. ومن يشاهد هذا الكلام ممن عنده في التحليل النفسي يعرف أنا ماذا أقصد بهذا. يقول لك: وحين عاد استأذن المقاتلة في أن يوزع الغنائم على المهاجرين، فطابت بذلك نفوسهم. على من؟ على المهاجرين. ثم يأتيك بعدها بقليل ويقول: وكان أهل شقراء من السابقين إلى التوحيد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. في عندنا مهاجرين ما شاء الله، وأصبح في عندنا السابقين. ثم يأتيك بعد ذلك يقول: فطلب أهل ثادق المصالحة وأقبلوا على الإسلام، وقدموا مع المسلمين إلى الشيخ في الدرعية، فأمر عليهم دخيل بن سويلم، وأرسل معهم أحمد بن سويلم يعلمهم التوحيد والأحكام. يرسل معهم من يعلمهم دينهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل. يعني هذول ناس خلاص مشركين بالكامل، كفار، قاعد يروح يعلمهم دينهم من أول وجديد. يأتيك بعد ذلك يتكلم عن الحوطة والجنوبية، فيقول: وكان أهل هاتين البلدتين قد أرسلوا إلى عبد العزيز ليقدم عليهم، وأنهم يريدون الدخول في الإسلام وإعطاء العهد على ذلك. هذا ما تيسر ذكره من كتاب تاريخ ابن غنام، والكتاب موجود، وأتمنى أنه تعودوا إليه وتطلعوا وتشوفوا، لأن أنا بس مقتطفات، لكن لاحظ في هذا وأنت تقرأ المصطلحات لأنها مهمة جدا. كما قلنا: المسلمون، المشركون، دار العهد، الفيء، الغزو، الجهاد، السابقين، الهجرة إلى آخره، كلها علامات واضحة وظاهرة على أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له كان يكفر المجتمع بالكامل وعمل فيهم بالسيف كما ذكر في هذا التاريخ. طبعا سأطل الوقوف هنا لأن الوقت أدركنا، وإن شاء الله يكون في لقاء آخر نبدأ فيه مع كتاب الشيخ سليمان بن عبد الوهاب وما ذكر فيه عن الشيخ، وأيضا مراجعة في نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ومناقشة بعض ما ورد فيها. إلى ذلك تابعونا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.